حكينا قبل كده عن الشخص اللي قتل ابوه واتجوز امه بسبب نبوءة قالتها له عرافة وبتقوله انه هيعمل كده، ومن كتر رعبه حاول يمنعها لكن خوفه الشديد تسبب في تحقق النبوءة. حد فاكر اسمه ايه؟ فكر فيها. الموضوع ده مش بيحصل في الأساطير فقط، للأسف بيحصل كل يوم على السوشيال ميديا بس بشكل أقل وضوحا. على سبيل المثال، واحد يقرأ إنه لو ما شكمش مراته فمراته هتتفرعن عليه وتتحداه، وواحدة تقرأ إنها لو ما عبرتش عن رأيها واحتياجاتها بعنف وبشكل صريح لجوزها الراجل هيذلها ويبهدلها. المخاوف دي تكبر في دماغهم ويبدأوا يشوفوا كل شيء بيحصل في الحياة على إنه دليل إن المخاوف بتتحقق. فيشوف الراجل ان الست لما بتعبر عن رأيها ده تحدي الرأي وسلطته، فيبقى عنيف ورافض لآرائها، وبالتالي هي تشوف عنفه مقدمة للبهدلة اللي هي طول عمرها خايفة منها فتتحداه أكتر، والنتيجة تفشل العلاقة وتتحقق النبوءة وتتحقق المخاوف.